عسلامة ومرحبا بكم في جنة كويزين. إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي وبصحة وعافية. الطقس برد واليوم جبت لكم معايا كيك صرغو ولا كما نقولوا بالدارجة التونسية متاعنا جاتو الدرع مشخشخ بالفاكهة ناقصو كان التمر وزبيب. أنا ما ناكلهمش في الجاتو سينا معمول بالدراع وبالزيت زيتونة. الوصفة خيتها من عند صديقة وما شاء الله على البنة وعلى الخفة، ما نحكي لكمش كيفاش. وتوا نجيو للمقادير وطريقة الجاتو كيفاش باش نعملوه. قاعدين تشوفوا هوني معناش فارينة قدامنا. باش نستعمل 11 مغرفة ذرة و5 كعبات أعظم، 150 جرام سكر، زوز فاني، وباش نستهلك نص مغرفة متاع قهوة بيكربونات، وباش نستهلك زيادة كيس متاع زيت. عنا هوني جلجلين وباش نعمل بفريوة وباش نعمل اللوز معاهم. نفقسو العظم متاعنا، نزيدو السكر فاني والسكر ونركضو مليح. بعد ما ركضنا البيض متاعنا مليح نزيدو الكاس زيت زيتونة ونعاودو نركضو مرة أخرى. نزيدو الذرة متاعنا 15 مغرفة، ونزيدو معاهم النص مغرفة متاع قهوة البيكربونات، ونزيدو شوية ونحط زيدا معاهم الجلجلين على قد ما تحب جلجلين، وشديد الفيكيا هروشتها بالمهريس قد ما تحب، كل قدير وقدر شنو تحب تحط في الجاتو متاعك. ونعاودو نركضو مرة أخرى. دهنت الفرن متاعي بالزبدة وبالفارينة وحطيت جلجلين وحطيت فاكهة، وتوا صبيت فوقهم الميلانج متاعنا. توا نزينو الجاتو متاعنا. انا زينت باللوز والبفريوة والزوزة والجلجل. نتوما زيدا تنجموا تزيدوا معاها التمر والزبيب، كل واحد شنو يحب، كل قدير وقدره شنو يحط في الجاتو متاعو. ما تربطوش رواحكم بيا، ديما نقولها هذه. حطيت الفرن متاعي يسخن على 160 درجة باش نطيب الكيك متاعنا على ما بين 30 و 40 دقيقة. في 30 دقيقة نحل الفرن متاعي ونشوف الجاتو متاعي سافا ولا لا. كان ناقصة نزيد نخليها تطيب. الجاتو خرجتها من الفرن ما شاء الله على ريحة قديش بنينة. نستنى وقتاش تبرد باش نذوقها بالرسمي، بنينة ريحتها مش نورمال. الجاتو متاعنا سي بردت وحضرتها وعملت معاها قهوة كحلة. ما نحكي لكمش على البنة كيفاش، ديجا المنظر يحكي وحده. قاعدين تشوفوا في الديكوراسيون وما شاء الله قديش عالية وخفيفة وبنينة برشا من داخل. توا ما بقالي باش نقولكم كان بسلامة وفي امان الله، وكما العادة نستنى لي كومنتير متاعكم وتشجيعاتكم واللي لايك، وما تنسوش تبارتاجيو الفيديو كان عجبتكم الوصفة متاع اليوم.